أنا باشكر الأخت اللي هي من الغنايم اللي شكرت في المنوفية وقالت المنوفية مكرمين. بس دي حياتنا وتقاليدنا، زراعة، بطاطس، فاصوليا، لا مؤاخذة بسيم للماشية، لا مؤاخذة طالعين من بيوت محترمة، تعليم عالي، قضاء، جيش، شرطة. أي بنحب المناصب وبنزرع وبنصرف على عيالنا تعليم. الجاهل اللي جه من الصعيد وشتم المنوفية وقال لك فلاح المنوفيه، مع يعني بلاش التعبير، انت من الصعيد ناس محترمه ومنهم واحده من الغنام انا بشكرها على الفيديو اللي نزلته وقالت المنوفيه مكرمين. انت مكرمه بالكلام اللي انت قلتيه عشان انت من بيت محترم. انما للاسف اللي شتم الفلاح اللي هو كان راكب العربيه بيقول لك يا فلاح المنوفيه يا مش عارفه كذا، ده مش من بيت محترم، ولا ابوه مش محترم. اقول لك مش محترم ليه؟ ده راكب عربيه هاي هاي ومعاه ولابس بدله وانت خدت بالك. اولا مفيش ماهيه في مصر تغطي ان انت تعمل كده، تركب العربيات ديت. لما اكون بقى في القضاء او في الجيش او في الكهرباء او في البترول، ماشي، ممكن تكون انت حرامي ابن كلب، دغري تكون انت حرامي ابن كلب لما تشتم اسيادك واسياد اللي انت فيه. لان الفلاح ده اساسا بيتعب وبيزرع وانت بتطفح، ما بتشتريش بطاطس، ما بتشتريش فاصوليا، ما بتشتريش سبانخ، ما بتشتريش. هو الفلاح اللي بيطلع ميتين اهله عشان يزرع، يبقى دي جزاته فلاح. طب ما لو ما فيش فلاحين انت بقى تستيرد من بره بقى وتبقى انت بالعمله الصعبه. بس اقول لك ان الفلاح ده محترم ومن بيئه محترمه وبيربي بيته على الاصول وما بيغلطوش في حد. وانا بوجه شكري لاخر مره للاخت اللي هي من الغنايم ديت اسيوط، محترمه والله، وانت من بيت محترم. وانا ما اقدرش اغلط في الصعيد لان الصعيد برضو فيها ناس حبايبنا وناس محترمه. وتحيه للفلاحين على مستوى الجمهوريه، لان الفلاح ده في كل حته راجل مكافح، راجل بعرقه وبجهده، مش حرامي. واحنا من هنا متربيين على الاصول وعلى الادب والاخلاق والتعليم العالي. بس هقول لك على حاجه بقى، ممكن تكون انت مقهور في بطنك ان احنا واخدين قمه تعليم عالي وقمه، يعني احنا بفضل ونعمه من عند ربنا الذكاء والعلم في المنوفيه. وتحيه للدوله بحالها وفلاحين الدوله بحالها وكل راجل محترم، تحيه له. والقليل الادب بيبقى من منبع بيته، من المنبع بتاع بيته كده مش محترم. فيا جدعان احنا ما بنغلطش في حد، دي المنوفيه.